جوني ديب، روبن ويليامز وأديل وغيرهم من المشاهير، المشترك ما بينهم هو معاناتهم من مرض الرهاب الاجتماعي أو social anxiety disorder في بداية حياتهم المهنية أو مستمر في حياتهم عموما. فهنتكلم في الفيديو ده بشكل مبسط وسريع عن مرض من الأمراض المنتشرة في العصر بتاعنا ده، وهو الرهاب الاجتماعي. اولا كده، الرهاب الاجتماعي او social anxiety disorder بيتم تشخيصه كمرض نفسي بيظهر من مرحله الطفوله، بنسبه كبيره بيكون شبه الخجل الشديد او محاوله تجنب التفاعلات الاجتماعيه بين الناس، التفاعلات الطبيعيه طبعا، وبيظهر اكتر في مرحله المراهقه او الشباب، وممكن يستمر فتره معينه من حياه الشخص، او لو ما تعالجش بيستمر معاه العمر كله. هو عبارة عن الخوف من المواقف الحياتية المعتادة، زي الخوف من التكلم قدام الناس أو مقابلة ناس جديدة، أو حتى مقابلة الحصول على وظيفة أو الأكل والشرب أمام أشخاص آخرين في مطعم أو في مناسبة عامة، والخوف طبعا أو تجنب الأماكن اللي بيكون فيها تجمعات كتير من الناس. نسبة الإصابة من مرض الرهاب الاجتماعي للسيدات أكتر من الرجالة، ومن أمثلة المشاهير اللي اعترفت بإصابتها من الرهاب الاجتماعي وخدت خطوة إيجابية إن هي تتكلم عن الموضوع ده كانت الفنانة اليمنية بلقيس، وليها فيديو بتتكلم عن تجربتها مع الرهاب الاجتماعي هسيبهولك في وصف الفيديو. وفي أعراض فسيولوجية بتظهر لمرض الرهاب الاجتماعي زي زيادة معدلات ضربات القلب أو ألم شديد في المعدة، العرق أو الرعشة أو الخجل المبالغ فيه. الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون هو الرئيس الثالث للولايات المتحدة الأمريكية، كان مصاب بمرض الرهاب الاجتماعي، وبحيث ان في عصره ما كانش فيه طبعا تشخيص للامراض النفسيه، ما كانش حد عارف هو مصاب بايه بالظبط، ولكن كان بيتجنب المناسبات الاجتماعيه او الخطابات العامه للشعب. مع ذلك في فترته ظهرت وثائق مهمه جدا في تاريخ الولايات المتحده زي وثيقه الاستقلال، وكان راجل مثقف وبارع جدا في التواصل مع الاشخاص بالكتابه، لانه طبعا زي ما عرفنا كان بيتجنب التفاعل وش في وشك. في حته العلاج من الرهاب الاجتماعي، طبعا لو كان الرهاب الاجتماعي بيأثر على حياتك بالسلب، بمعنى ان انت مش قادر تقوم بالأنشطة المختلفة أو تاخد قرار أو موقف في حياتك بسبب المرض ده، لازم طبعا ترجع لمتخصص. وعموما العلاج من الرهاب الاجتماعي بيكون في طريقين مختلفين. أول حاجة العلاج النفسي أو العلاج بالكلام، ده بيكون مع معالج نفسي أو دكتور نفسي، بيكون فعال في حالات كتير، أو العلاج بالأدوية، وده طبعا بيكون تحت إشراف طبي من المتخصصين. وفي النهاية نتمنى لكل الناس الشفاء من الأمراض إذا كانت عضوية أو نفسية أو غيرها. شكرا.